والخشوع مكانه القلب، مكانه القلب، وأثره يظهر على الجوارح. ليس الخشوع بسكون الجوارح، ليس الخشوع بسكون الجوارح مع انصراف القلب وشروده وذهابه. أثر عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في المصنف وغيره أنه قال: تعوذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب، أن تخشع الجوارح ولا يخشع القلب. فليس الخشوع سكون الجوارح، الخشوع خشوع القلب، فيثمر خشوع الجوارح، فيثمر خشوع الجوارح. أما من يتخشع بجوارحه وقلبه منصرف وبعيد ويصنع ذلك التخشع للناس لا لله تبارك وتعالى، فما أبعده عن لب الصلاة وروحها وحقيقتها. وكذلك من لا تخشع جوارحه بسبب عدم خشوع قلبه، فهذا أيضا بعيد عن هذا المقام العظيم. ولهذا يؤثر عن سعيد بن المسيب ويروى مرفوعا ولا يصح أنه رأى رجلا يعبث في صلاته فقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فانشغال الإنسان في صلاته بالحركة واللهو والعبث هذا سببه عدم خشوع القلب، لأن القلب فعلا إذا خشعت الجوارح.